السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هنعمل مع بعض غدا حلو سريع كده، يا رب يعجبكم. اولا احنا في العيد، كل سنة وانتم طيبين، ده يوم من ايامنا في العيد. عشان كده انا بس يعني بنجز في الفيديو، ما بقاش عايزة اطول في الوقت، فبجيب اختصارات كده لليوم بتاعنا. زي ما انتم شايفين بقطع بصل عشان اتبل لحمه. دي لحمه بتلو، ريش بتلو، فانا هعملها في الصينيه كده زي المشويه بالظبط، بتبقى طعمها جميل جدا. ما بتاخدش سوا اللحمه البتلو، ما بتاخدش سوا خالص. هقطع البصل، اخد نصه اتبل بيه اللحمه، والنص التاني هعصجه عشان اعمل بيه رقاق. في بطايه انا حطاها تتسلق على النار، طبعا انا عامله معاكم البط قبل كده. فطبعا ايه، جبتها بس كده وهي بتتسلق، لان انا عاملاها معاكم كذا مره. قطعت البصل كده، هاخد نص الكمية للحمة المعصجة والنص التاني للحمة المشوية زي ما قلتلكوا. هي يعني طريقتها صينية لكن طعمها لحمة مشوية. ضربت البصل كده، خدت نص الكمية زي ما انتوا شايفين، وتبلته بقى ملح وفلفل اسود، دبس رمان، بهارات لحمة. حطي التتبيلة بقى، الحاجات اللي انتي بتحبي طعمها، قرن فلفل اخضر، طماطمايه. حطيت معلقة هريسة الشطة. تبلتها كده وشلتها في التلاجة. بصراحة المقطع ده اتقطع مني، انا تليفوني كان مهنج، فبضطر احذف الفيديوهات كده عشان خاطر التليفون اعرف اسجل عليه. فاتحذف مني في وسط الفيديوهات اللي انا يعني بمسحها. بس كده حبايبي، خدت نص كمية البصل، حطيتها على النار كده زي ما انتوا شايفين، وقلبتها بمعلقتين زبدة وحبة زيت صغيرين. ويا دوبك هيصفر كده، بس يعني ما بحمرش البصل. هحط عليه اللحمة المفرومة وتتعصج كده على نار هادية. البطاية بتاعتنا بتتسلق اهي على النار. انتوا عارفين ان العيد بقى، كل سنة وانتم طيبين، وبتبقى عايزة هتعملي حاجة في الانجاز يعني. البط كان مغسول، فطبعا الدنيا ما يعني ما عطلنيش كتير ان انا بعمل بط بقى في العيد، لا. البط مغسول يا دوبك على السليق على طول. زي ما انتوا شايفين، انا مش عايزة شوربة كتير، فيعني هيغلي غلوتين من الجنب ده، وهقلبه على الناحية التانية يغلي غلوتين، لان انا مش عايزة شوربة. فمش مكترة الشوربة زي ما انتوا شايفين. والبط الحمد لله ما بياخدش سوا خالص. قلبت البصل زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك بيدبل، بس بحط عليه اللحم. في الوقت ده انا كنت تبلت اللحمه اللي هي المشويه بتاعتنا البتلو، وحطيتها في التلاجة على بال ما اللحمه بتاعتنا تتعصج، يعني قعدت تلاقي ساعه كده في التلاجة بالتتبيله بتاعتها. هي طبعا عشان هتتعمل كلها في الصينيه، فالتوابل كلها هتبقى معاها، فمش محتاجه انها تقعد كتير، يعني هي ما بتاخدش سوا اصلا. مش محتاجه ان انا اركنها كتير في التلاجة. ده شوية فلفل ألوان، أنا خرجتهم من الفريزر، كنت مقطعاهم بالطول كده. بقطعهم بقى قطع صغيرة عشان يبقوا مع اللحمة، ادوا شكل حلو قوي في اللحمة المعصجة، وطعم طبعا. شوية ملح وشوية فلفل اسود، وشوية بهارات لحمة على اللحمة بتاعتنا وهي بتتعصج كده. هيبقى معانا أحلى لحمة معصجة. بقلبها كده، ومن وقت للتاني بقلبها وموطية عليها النار زي ما انتوا شايفين، موطية النار قوي، وسايباها تتسبك يعني تتعصج بقى كده ايه، على نار هادية. هنا انا حسيت ان اللحمة قليلة شوية، فرحت واخدة حتة كمان. دي اللحمة بتاعتنا اهي لما اتبلت. حطيت صينية على النار، بقت الطريقة دي حلوة قوي، وفعلا بيبقى طعمها حلو قوي. انا عندي ولادي بيحبوها، يعني دي احنا معتمدينها دايما في العيد. الصينية دي عندنا يعني اعتماد رسمي في العيد. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت حتة زبدة حلوة كبيرة كده، وبشيل التتبيلة بقى كده، وانا باخد قطعة اللحمة، هي ريش بتلو، بشيل التتبيلة من عليها كده، وبديها صدمة بقى كده في الزبدة. التتبيلة دي انا ما برميهاش، التتبيلة دي انا بحطها عليها تاني، بس بعد ما بتاخد الصدمة انا ما برضاش احطها معاها في الاول عشان ما تتحرقش. بس كده باخد قطعة قطعة كده واحطها في الصينية. بعد ما بحط الكمية كلها بروح قلبها على الوش التاني. بصوا بقلبها كده،
تاخد الصدمة بس كده وتغير لونها. بتبقى طعمها حلو، احنا بنحب اللحمة البتلو جدا، انا بحب ريش البتلو دي قوي. ما بتاخدش وقت حتى في الشوي، يعني هي كده بصراحة يعني بنحبها، بتبقى اطعم من اللحمة المشوية كمان. شوية دبس رمان كده، صويا صوص، يعني ظبطيها بقى ايه بالطريقة اللي انتي بتحبيها. كل ما بتظبطي التتبيلة بتاعتك بتديكي لحمة طعمها حلو. كل ما بحط كده بلمها على جنب شوية لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي. بص بنطر البصل والطماطم من عليها، حتى هريسة شطة، حتى طماطماية واحدة وبصلتين، يعني تبلتها كده بالتوابل سريعة كده، وركنتها في التلاجة حوالي ساعة لغاية ما اللحمة بتاعتنا اتعصجت والبطاية استوت. بقلبها كده على الناحية التانية، بتاخد صدمة بس كده من الوش الاولاني وبقلبها على الوش التاني. انا بعملها دايما دي كمان مع ورق العنب، بتبقى حلوة قوي وما بتاخدش وقت، وبتستوي مع ورق العنب بتبقى جميلة جدا. بس زي ما انتوا شايفين كده عملتها على الناحيتين، يعني قلبتها على الناحيتين. كده ما بكتش ميه خالص طبعا، لان انا خدتها صدمه كده من الوشين. ورحت بعد ما خلصت الكميه كلها هاخد بقى الصوص بتاعنا ده اللي هو التتبيله بتاعتنا ديت واحطها عليها تكمل سواها بيها. فضيتها كلها زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت شويه ميه صغيره في قلب الصينيه عشان خاطر يعني اشطف الصينيه بيها كده. بص زي ما انتوا شايفين، ورحت حطها عليها. هي ما بتاخدش سوا وبتستوي بسرعه، بس يعني ما فيش مانع ان احنا نجسها لو حسينا ان هي محتاجه ميه، بنحط لها شويه ميه صغيره شويه شويه كده لغايه ما تحس انها استوت خالص. انا في الوقت ده هاخدها احطها في الفرن، ومن وقت للتاني ببص عليها لو محتاجة بق مية صغير بحط لها. بس كده حبايبي، هنا خرجت من الفرن، وهنا بقى كنت بعمل صينية الرقاق. وبعد ما بخرجها من الفرن بولع في حماية وبروح حطاها في ورقة فويل صغيرة وشوية زيت فوقيها كده، واغطي صينيتنا. وده كده كان نهاية الفيديو بتاعي. دي صينية الرقاق بعد ما خلصت، ودي البطاية بعد ما اتحمرت. وعملت رز اصفر، رز مصري عادي، وشوية ملوخية خضرة كده، وشوية ترشي. بس كده يا حبايبي، اكل سريع ومحبتش اطول عليكم الفيديو ده. كده كان نهاية الفيديو بتاعي. يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني. وهستنى رأيكم في التعليقات. دي صينية الرق بقطعها معاكم كده، هم خدوا مني الاكل بسرعة، وانا قلت لهم طب استنوا اوريهم حتى الرقاق وانا بقطعه، مش مديني فرصة. خلاص، اشوفكم في فيديو جديد وهستنى رأيكم في التعليقات. باي باي.